لو انت حامل والدكتور كتب لك اوميجا 3 وفاكره ان اي اوميجا 3 تنفع، الحقيقه لا. الاتنين دول على سبيل المثال اوميجا 3، بس في فرق بينهم مهم جدا اي واحده حامل لازم تبقى عارفاه، الا وهو موضوع الايصايل استر وموضوع التركيز. على سبيل المثال النوع الاول اللي هو الاستروميجا زيت سمك نرويجي طبيعي مش تخليق، يعني ايه؟ يعني خالي من ماده الايصايل استر. والفرق ده مهم جدا للحوامل لانه اكثر امانا طبقا للدراسات، وبيمتص الجسم بسهوله، وبيحتوي على تركيز 900 مللي جرام من الدي اتش اي والاي بي اي، وده جرعه كويسه جدا للحامل عشان نمو مخ الجنين وشبكيه العين. النوع الثاني جي بي اوميجا 3 ايسايل استر، ده نوع تخليقي من الاوميجا 3 اسمه ايسايل استر، وده بيمتص الجسم بصعوبه اكتر شويه، وكمان مش معلوم مأمونيته قوي في الحمل، ويحتوي على تركيز 700 مللي جرام من الاي بي اي والدي اتش اي. يعني ببساطه لو حامل ما تختاريش اي اوميجا 3 وخلاص، لازم تعرفي خالي من الايسايل استر ولا لا، وتبصي على التركيز عشان صحتك وصحه البيبي. وحاولي تاخدي حاجه برضو ما فيهاش ريحه السمك زي الاستروميجا عشان مش تضايقك في الحمل. اما لو مفيش حمل كله هيفيد ان شاء الله، بس كل ما كان التركيز اعلى كل ما كان احسن. واخيرا الله يديم عليكم الصحه والعافيه، ولو استفدتم من معلومه ما تنسانيش من لايك ومتابعه، وسلام عليكم.